أفادت صحيفة أوجوردوي لو ماروك المغربية الناطقة بالفرنسية بأن جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة في المغرب تسعى لاستغلال الإضراب العام الذي تعتزم تنظيمه الكونفدرالية الديمقراطية للعمل الأربعاء المقبل لأغراض سياسية. وقالت الصحيفة إن الجماعة تريد العودة إلى السياسة من باب العمل النقابي من خلال دعم إضراب الكونفدرالية وإقحام أعضائها فيه، وذلك بعد استنفاذ كل وسائلها لفرض نفسها على المشهد السياسي المغربي، حسب ما جاء في الصحيفة التي أوضحت أن الجماعة رأت في الإضراب فرصة للتشكيك في ديمقراطية المؤسسات المغربية القائمة. ومعي مباشرة من الرباط مصطفى الريق مسؤول الرابطة النقابية في جماعة العدل والإحسان. سيدي، كيف تردون على تلك الاتهامات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعني في البداية أغتنم الفرصة لكي أوجه التحية لكل الشغيلة ببلدنا الحبيب، وأغتنم أيضا فرصة لكي أوجه التحية لكل الشغيلة المجاهدة خاصة في فلسطين والعراق في ظل واقع يقوم على الظلم استأسد فيه المستكبرون على المستضعفين. ما تفضلت به وما نسب إلى بعض المنابر الإعلامية أؤكد لك في البداية بأنه عار عن كل صحة. فالواقع أن الجماعة لم تكن في يوم من الأيام بعيدة عن السياسة حتى تعود إليها. فالجماعة كما يعرف الخاص والعام وكما يشهد الخصوم قبل الأصدقاء حاضرة بكل قوة داخل المشهد السياسي. نعم. ولا تحتاج إلى مثل هذه المناسبات لكي تؤكد حضورها. طيب سيد مصطفى، لوحظ في الفترة الماضية غيابكم عن الساحة إلى حد ما بعد حظركم، ولكن يعني لماذا الآن بالتحديد؟ لماذا اخترتم هذا التوقيت للظهور مرة أخرى؟ دعني في البداية أصحح بأن الإضراب الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء القادم لا يعني كل أبناء جماعة العدل والإحسان. فهذا الموضوع مرتبط فقط بأبناء جماعة العدل والإحسان المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. أما عامة أبناء الجماعة الذين ليس لهم علاقة بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكثير من قطاعاتنا لا يشتغلوا أصلا داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فهم غير معنيين بالإضراب. فالإضراب هو موضوع نقابي محض كما أكد ذلك الناطق الرسمي الأستاذ فاضل فتح الله أرسلان. نعم. ولذلك مثل هذه المنابر معروف توجهها هي في غالب الأحيان إما منابر فرانكوفونية أو منابر مخزنية. نعم سيد مصطفى، في الماء العكر، وتنسب إلينا أقوال غير صحيحة. أشكرك سيد مصطفى الريق مسؤول الرابطة النقابية في جماعة العدل والإحسان.